السلام عليكم. صباحكم مبروك. انا تنقلب على مصور بروفيسيونيل يخدم معايا خدمه شهريه، يعني يخدم معايا في تركيا، حتى لو كان في المغرب، في تونس، في الجزائر، لبنان، اي دوله. ما كتهمنيش الجنسيه ديالو، اهم شيء يكون عربي ويجي ويوريني الانستغرام ديالو، خدمته الا كانت بروفيسيونيل، الا كانت خدمته محترفه جدا، فانا اكيد غادي نتكلف ليه يجي لتركيا، وغنتكلف ليه بمصاريف الاقامه، وغندير ليه اقامه عمل، ولكن الشرط يكون محترف وتكون عنده خبره كبيره بالتصوير، وفيديوهات يكونوا بروفيسيونيل كيليقوا بعياده صوفيا كلينيك. فحاليا الناس اللي مهتمه ما كيهمش راجل او امراه، المهم يكون مصور محترف، ويكون علاش لا يكون قاري. غندير له اقامته نظاميه، اوراقه نظاميه، ونعطيه القوانين ديالو قانونيه. داكشي اللي كيعطيه القانون نعطيه له. فاللي مهتم يتواصل معايا في هذه النمره او في هذا الايميل. وكذلك كنقلب على جوج ممرضات تكون عندهم اللغه، وحبذا لو كانت عندهم اللغه التركيه باش يبقاو يشرحوا للزباين ديالي، تكون عندهم اللغه التركيه او تكون عندهم الانجليزيه والفرنسيه والعربيه. المهم تكون عندهم اللغات، ويكونوا عندهم خبره بالتمريض، ويكونوا محجبات، ويكون عندهم اتصال خاطر، ويكون فيهم الصواب والاداب والوقفه والهمه والبرستيج والاناقه والفورمه. فهمتوني؟ بغيت ممرضه كامله مكموله اللي تعطيني صوره زوينه على صوفيا كلينيك. بغيت واحد الممرضات، بغيت جوج يكونوا مغربيات، هادو حصريا مغربيات لان هما اللي حنينات في الزباين ديالي، يكون عندهم خبره، يكونوا كيعرفوا يهضروا، حلاوه اللسان، المهم يكونوا ماليات في راسهم. الا كنتوا كتشوفوا هذا الميساج فتواصلوا معايا، ويكونوا محجبات، يكونوا محجبات، نقولها لكم يتواصلوا معايا ونجيبهم لتركيا، ولكن يكون في راسهم الخدمه. من غير الخدمه ما تهضرش معايا، يعني تباتي يومين 3 ايام في لاكلينيك، تباتي، ماشي تبغي غير وقتاش تسمحي في الكلام باش تمشي تجلسي في الدار. شنو غديري في الدار؟ الله اعلم. انت جايه هنا باش ترزقي الله، انت جايه على ود الفلوس. وبالتالي بغيت هاد الموظفين يكونوا او موظفات يكونوا معهم اللغه الفرنسيه كيتقنوها جيدا، او الانجليزيه كيتقنوها جيدا، او الايطاليه. المهم تكون عندهم العربيه وجوج لغات، ولما لا تكون عنده الفرنس بالاضافه لهذه اللغات اللي هما العربيه او الفرنسيه، العربيه او الاسبانيه، العربيه او الايطاليه، العربيه او الانجليزيه، تكون عندهم حتى اللغه الامازيغيه اللي هي الريفيه. فالناس اللي مهتمين ويكونوا في طنجه وعندهم اكسبيريونس، عندهم تجربه في مجال مركز الاتصال اللي هو كول سنتر، يتواصل معايا حتى هو او هي في هذه النمره او في هذا الايميل. والشرط ديالنا انهم يكونوا ما تيكميوش ريحه الكارو، ما نشموهاش عندنا السونتر دابيل، ممنوع. الناس اللي عندي انا خدامين عندي كلهم محترمين، وكلهم ما تيكميوش، وكلهم ريحتهم فواحه. فالناس اللي غيبغوا يخدموا في المركز ديال صوفيا كلينيك ديال الاتصال اللي كاين في طنجه، خصهم يكونوا انيقين وريحتهم زوينه. فهمتوني؟ ويا ريت يكونوا كيصرفوا على عائلتهم وتكون عندهم مسؤوليه. فالناس اللي فيهم هذه المواصفات وكاينين في طنجه وعندهم تجربه في المركز الاتصال وعندهم اللغات، يتواصلوا معنا في هادشي اللي غنحط لكم تحت، ومرحبا بكم. اللي ما بغاش يخدم، الصالير اللي كتشدو عندي في طنجه اكثر من هذاك اللي كتشدوه في اوروبا. غير باش كيخصك 1000 اورو، اما في طنجه تقدر تكري غير ب 2000 درهم. ايوا انت وزهرك ولا انت وزهرك. المهم بغينا بنات او دراري ما عندناش مشكل، اسونسيال هما المواصفات اللي طالبين حنايا. فهي الحمد لله صراحه توحشهم دوك الناس، كنت كنمشي ندير لهم الاشهار، كنت كنتهلا فيهم وكنفرح بهم وكيكبروا بيا. توحش دوك الناس صراحه، والله اللي حدا المطار في بسكوره، الله يحفظهم يا رب، والله ترزقهم يا رب. صباح الخير. والله الا الصراحه خصني نبدل سميتو التصويره اللي كاينه في لاكارت الباسبور.
حرجونا اليوم. جوج مرات كيوقفوا تيقولوا لي انا ماشي، تيقولوا لي لا ماشي انت اللي في التصويره، فين هاد البنت؟ ولا دابا حنايا كاين راجل وانا وكاين مراته اللور وكاين بديعه، تيبقى يشوف تيقول البديعه انت، تيقول لهاد المراه انت، تقول لها انا، تقول اجي، تيخرجوني تيبقاو يسولوها بزاف. عياوني والله عياوني. ولكن في الاخير قال لنا انتم من المغرب ياك؟ قلت له قال لي ما شاء الله. دابا ما فهمتو حنا كنهضروا فيها. المهم ليسونسيال دازت مزيان، ولكن ضروري خصني نبدل البتوره اللي عندي في البيرمي وفي لاكارت وفي الباسبور، ضروري باش ميبقاوش يحرجوني. لا كيحرجوني وكيضيعوا لي الوقت. دابا ها انت يا بديعه شحال وقفونا، راه بحال كيضيعوا لينا الوقت وحنا غادي نفطروا، راه غنوصلوا مع الغدا ما بقاش فطور. هذا القانون، حنا كنديروا قانوننا ونحكم صافي انهم يشوفوا الاوراق. واخا اختي صافي الله يحفظك. والله الصراحه شحال هادي ما درت بحال هاد الخرجه هكذا في الطبيعه، نفطر في الطبيعه، طبيعه ربيعه. والله الا زوين، عجبني الحال. الله دابا ملي فطرنا نخرج لينا كنتمشاو انا ومدام بديعه والشوفور ديالو والمدام ديالو. حنا هاد شوفوا شي زوين الصراحه. هنا كيديروا الشوا، شتو ما شاء الله. خصني شي مرة نجي هنا نديرو الشوا. هنا راه تقدر تجيب مثلا الشوا ديالك وتشوى راسك. ويلا زوين هذا الشيء، شي واحد. الله يا رب الله. اخويا اختي اختي تمام. اختي بديعه مالك سكتي بديعه؟ مالك كتغوتي؟ أقسم بالله إنه راحة نفسية مو طبيعية. كل الطاقة الإيجابية تجيكم من هون بين الأشجار هيك. الله